راس الخنزير اللي قدامك دي واللي موجودة في واحد من أكبر متاحف الصين وراها قصة من أكتر القصص رعب في التراث الصيني. الحكاية بترجع لفترة من الفترات وحقبة زمنية معينة كان منتشر فيها نوع من السحر اسمه سحر الغوب. انت سمعت كويس، سحر الغوب. وده نوع مصنف انه من اخطر انواع السحر على وجه الارض. النوع ده من السحر ليه طقوس غريبة، واللي من ضمنها ان الساحر بيجيب مجموعة من الحشرات السامة زي العقارب والافاعي والعناكب، وبيتم وضعهم في اناء واحد بيتقفل عليهم لحد ما ياكلوا في بعض بعد قراءة طلاسم معينة عليهم. واللي بيبقى منهم بيتم استخدام جسمه او سوائل معينة منه في السحر. الشخص المسلط عليه النوع ده من السحر بيكون مسيطر عليه سيطرة عقلية تامة، وبيتم هلاكه بالبطيء بعد ما يسيطر على جسم المرء. في منطقة اسمها يونان في جنوب الصين اتشهر الساحر العجوز وانغ بينغ، ويا رب اكون نطقت اسمه كويس، بانه واحد من اكبر السحرة مستخدمين سحر الغوب، واللي بيقدر بكل سهولة يأذي ويقتل من خلاله عن طريق السيطرة على عقل الشخص المسلط عليه السحر زي ما قلنا. وعشان كده كان هو المتهم الأول في اللي هحكيه دلوقتي. بتبدأ حكايتنا في وسط مزرعة بيتربى فيها خنازير. الشخص اللي كان مسؤول عنهم لاحظ سلوك غريب لواحد من الخنازير دي في ليلة من الليالي، وكالعادة انه بيحط لهم الأكل قبل ما ينام. لاحظ ان واحد من الخنازير عينيه شكلها مش طبيعي، لونها أحمر مايل للبرتقالي ونظراته مرعبة. الخنزير ده كانش بياكل على عكس الباقي، كان ماشي وسطهم، وكل ما يمشي خطوتين يلف وشه ويبص بعينيه اللي شكلها مرعب على صاحب المزرعة اللي كان واقف بيراقب المنظر الغريب اللي شايفه. خوفه من شكل عيون الخنزير خلاه يخاف يقرب منه، واكتفى انه يراقب تصرفاته من بعيد لحد ما الخنزير ده عمل تصرف أغرب من اللي فات، تصرف مش طبيعي. فجأة فتح بقه اللي كان ظاهر فيه مخالب أشبه بالحيوانات المفترسة، فتحه بطريقة مرعبة، وفجأة بلع واحد من الخنازير اللي حواليه. الموقف لوحده خلى الراجل واقف مذهول، فضل يدعك عينيه مش مصدق اللي شافه. ازاي خنزير يبلع خنزير تاني بالحجم ده كأنه بيبلع حشرة؟ وازاي الخنزير ده شكله بقى مرعب كده؟ الراجل بعد اللي حصل قفل باب المزرعة وهرب دخل بيته، قفل على نفسه كويس وهو بيحاول يوهم نفسه ان اللي شافه ده مش طبيعي بشوية تهيؤات. تاني يوم الصبح كان بيراقب تصرفات الخنزير وهو بيدور على الخنزير ابو عيون مرعبة وسطهم، لكنه لقاهم كلهم شكلهم طبيعي، مفيش واحد فيهم مختلف عكس اللي شافه. لكن لما جه الليل وهو بيحط الاكل يشوف نفس الخنزير بنفس عيونه الملونة ماشي وسط الخنازير الباقية وما بياكلش، وبيبص لصاحب المزرعة بنفس النظرات المرعبة. ويفضل الموقف ده يتكرر كل ليلة. كان بيظهر الخنزير ده في الليل بس، إنما في النهار كانت الأمور طبيعية. صاحب المزرعة لما حس إن الموضوع ده مش طبيعي وشك إن الخنزير ده متلبس فيه جن بسبب انتشار السحر بطريقة كبيرة وقتها، راح لواحد من العرافين أو السحرة وحكاله اللي بيحصل كل ليلة. وقتها أكد له الساحر إن فعلا دي أعراض سحر، ومش بعيد حد عامل له السحر في الخنزير ده عشان يأذي صاحب المزرعة وأسرته. وقتها صاحب المزرعة سأل الساحر إزاي يقدر ينقذ نفسه من اللي بيحصل. فالساحر قال له مفيش غير حل واحد، إنك تذبح الخنزير وتجيب لي دمه عشان أفك لك السحر اللي معمول، بس بشرط تذبحه في الوقت اللي بيظهر عليه الأعراض. بالفعل في نفس الليلة بالليل يدخل الراجل المزرعة عشان يشوف الخنزير بنفس العيون المرعبة والحركات المخيفة والنظرات المرعبة والمخالب اللي ظاهرة من بقه. قرب منه صاحب المزرعة بخطوات مرتعشة، كان خايف ساعتها، بطيئة من الخوف اللي فيه، وفي ايده السكينة عشان يطعنوا بيها. لكن اللي حصل مجرد ما وقف قدام الخنزير ده بيقول انه لقى حجمه بيتضاعف بطريقة مرعبة. فجأة اتغير تكوينه الجسماني لجسم بشري بلون اسود مليان شعر، لكن بنفس راس الخنزير. الراجل من الخوف والذعر فضل يصرخ وطلع يجري وهرب على البيت، قفل على نفسه بالمفتاح، لكنه يتفاجئ ان مراته واولاده الستة محطوطين على سرير واحد فوق بعض، وادمغتهم مخترقها مخالب حادة تشبه نفس المخالب اللي بتظهر في بق الخنزير.
7 جثث فوق بعض وسط بحر من الدم بيسيل من دماغهم، منظر مرعب وبشع لأقصى درجة. طلع الراجل يجري في الشوارع وهو بيصرخ ومحدش فاهم ماله. بدأت الناس تهديه وتسمع منه ايه اللي حصل، ولما حكى التفاصيل اتحرك مجموعة من الناس ناحية بيته يتأكدوا من صحة كلامه. وبالفعل دخلوا البيت وشافوا كل اللي قاله على أرض الواقع عشان يدب الذعر في نفوسهم كلهم. كارثة بكل المقاييس. في ناس دخلت المزرعة وحاولت تشوف الخنزير الملعون عشان يتخلصوا منه، لكن اللي حصل ان كل اللي دخل المزرعة ما خرجش منها. مجزرة بمعنى الكلمة. اكتر من 17 فرد لقوهم الصبح جوه المزرعة، والخنازير بتنهش وبتاكل في جثثهم باستثناء صاحب المزرعة نفسه، لانه هو الوحيد اللي خاف يدخل معاهم بسبب خوفه من اللي شافه اول مرة. بعد اللي حصل يجتمع مجموعة من اكبر السحرة في منطقة يونان بالتحديد، واللي بالفعل قدروا يقطعوا راس الخنزير، وده بعد ما عملوا طقوس معينة وعرفوا بيها ان معمول عليه سحر الغو بغرض انه ينفذ اوامر الساحر اللي عمل كده عشان يحول الخنزير لحيوان ملبوس ممكن يخليه يقتل وياكل لحوم بشرية. وكان هنا السؤال، مين الساحر اللي عمل كده؟ لان اللي حصل ده كان الغرض منه الانتقام من منطقة يونان كلها، مش الشخص صاحب المزرعة بس، لكن الرد جالهم في نفس اليوم وفي أسرع وقت. وده بعد ما الناس اكتشفت الساحر وانغ بنغ اللي ذكرناه في بداية القصة كان ماشي في الشوارع وجلد وشه عمال يقع منه في منظر مرعب، وهو عمال يصرخ وبيعترف انه هو اللي عمل السحر على الخنزير، وان الكيان اللي كان ملبوس فيه اتقتل معاه وعشيرته بتنتقم له، وهو بيحاول يطلب المساعدة من اي حد. لكن مفيش دقايق وكان حط ايده في بطنه خرج منها احشائه، وفضت راس الخنزير متحنطة في واحد من أكبر متاحف الصين علشان تفضل شايلة القصة دي. لحد هنا أنا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلص، معانا حكايات كتير وأجمل وأجمل وأجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك بالقناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.